فرخة عاشت 1.5 سنة من غير دماغ. مزارع اسمه لود أولسن قرر إن هو يذبح فرخة على الغدا، فجاب فرخة ومسك الفاس وهوب ضربها على رقبتها. وقعت الفرخة على الأرض، لكن بعد ثواني قامت تمشي عادي ولا كأن دماغها طايرة. المزارع قال هو انت من الجلوبية؟ فقرر يسيبها لتاني يوم، لكنه اتفاجئ انها لسه عايشة برضه. اتضح ان راسها ما اتقطعتش بالكامل، جذع الدماغ كان لسه موجود، وهو المسؤول عن الوظائف الحيوية زي التنفس وضربات القلب والتوازن. ولان ده حدث مش عادي، قرر يسمي الفرخة باسم مايك، واخدها للسيرك علشان الناس الفاضية تشوف الفرخة اللي من غير راس. طبعا الكلام ده مش ليك انت. وكان بيكسب من وراها في الشهر $4500، وفضل على كده 1.5 سنة كاملين. وكان بيأكلها بإيده ويشربها بالقطارة، وفي مرة وهو بيأكلها حباية وقفت في زورها، الدراعة بتاعت شوية مية، فجري بسرعة يجيب القطارة عشان يشربها شوية مية، لكن كانت الفرخة الله يرحمها